خليني الأول وقبل ما أقولك يعني إيه صفت اللبن وليه سموها صفت اللبن. تعالوا أخدكم في جولة وأوريكم صفت اللبن من 88 سنة كانت عاملة إزاي. هبدأ معاكم بشوية صور مميزة جدا وقديمة جدا لصفت اللبن. دي صورة لقطتها مصورة أمريكية من الطيارة وتحديدا بتاريخ 24 يناير سنة 1938. وأول شيء هيشد انتباهك في الصورة هي كثافة المباني والعمران وبعض البيوت الفخمة في القرية، والصور بتوضح القرية من أكتر من زاوية، وفيها زوايا قريبة بتوضح بعض المعالم اللي موجودة في صفت اللبن لحد النهاردة. تعالوا نبص عليها بسرعة. خلينا الأول ناخد الصورة من الزاوية الواسعة ونشرح بعض الطرق المحيطة بالقرية. ده طريق كرداسة، واللي جنبه دي امتداد ترعة عبد العال، وده طريق الرشاح القديم واللي بيكمل لحد شارع السنترال حاليا. ولو جينا للطريق اللي في أقصى يمين الصورة، ده طريق شارع التحرير واللي بيمر فوق منه حاليا محور صفت اللبن، وده شارع المعهد الأزهري، وده شارع أنور الترزي المشهور بشارع الشريف. وفي أقصى يسار الصورة وفي شارع الشهيد سعيد أحمد الفيومي وبالقرب من مدرسة الشيماء الخاصة حاليا في مدخنة عالية زي بتاعة المصانع ظاهرة قدامنا. خليك معايا وكمان شوية هقولك المدخنة دي كانت بتستخدم في ايه. ركز معايا قوي في الحتة اللي جاية دي، هقرب لك الصورة شوية، وورا بيت عائلة الدردير بشوية هنلاقي بركة مية أو بحيرة مية صغيرة. خلينا أجيبها لك من زاوية تانية أوضح. ده بيت عائلة الدردير زي ما قلنا، هو بالمناسبة منزل عريق جدا بالنسبة للمرحلة الزمنية دي. وهنا هنلاقي بركة المية بشكل أوضح، وفي بركة مية تانية أصغر شوية قدام قبة وضريح سيدي مسعود. آدي القبة ودي الحتة الواسعة اللي عند سيدي مسعود، ودي بركة المية اللي قدام. وفي بركة تالتة برضو موجودة بالظبط ورا ميدان الفخراني. خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة. لو بصينا هنا ودققنا هنلاقي دي مأذنة مسجد سيدي عيسى، ودي الحتة الواسعة اللي قدامه. هنمشي لقدام شوية هنلاقي ميدان الفخراني، وده المكان اللي فيه ضريح سيدي عبد الله، وورا الميدان على طول بركة المية، البركة الرابعة وهي ورا شارع العمدة بشوية. ده شارع العمدة ودي البركة الرابعة. خليك فاكرهم كويس علشان هنتكلم عنهم بالتفصيل بعد شوية. ومن المعالم اللي موجودة لحد النهاردة لو قربنا في نص الصورة هنا هنلاقي الجامع الكبير، وبعد الجامع الكبير بشوية هنلاقي قبة ودار مناسبات ضريح سيدي حسن اللي قدام شارع الفيومي. ولو رجعنا لورا وعملنا زوم أكتر هنشوف قبة ومقام سيدي مسعود، وهو كان قبة ضريحية في الأول وما كانش مسجد. خليني أوريكم القبة من زاوية قريبة أكتر. أدي القبة وده المكان اللي كنا واقفين بنكلم فيه الحاج ده وده. هنمشي مع بعض لقدام شوية هنلاقي مسجد سيدي عيسى ومأذنة المسجد واضحة قدامنا. وراه هنلاقي حتة أرض منخفضة شوية زي مستنقع مية كده، ودي اللي فيما بعد اتبنى فيها المعهد الأزهري الابتدائي. هنكمل بعد سيدي عيسى شوية لقدام هنلاقي ميدان الفخراني. خليني أوريهولكم من زاوية تانية زي ما واضح قدامكم اهو. هنكمل بعد ميدان الفخراني بشوية هنلاقي مسجد الشيخ فرج، واللي لسه موجود بمأذنته اللي في الصورة لحد النهاردة، واللي للأسف أحد أبناء القرية منعنا نصور المسجد وإحنا هناك. خليني أوريكم حاجة مهمة برضو وأقدم من الصورة دي ب11 سنة، وهي خريطة تفصيلية لصفت اللبن من سنة 1927، يعني من 98 سنة لغاية وقت عرض الفيديو في 2025، وكانت عاملاها مصلحة المساحة العمومية في مصر. الحقيقة الخريطة بتوضح شوية تفاصيل ما كانتش موجودة في الصور الجوية. خلينا نبص برضو على بعض المعالم اللي موجودة في الخريطة، ونبدأها بالشيء الملفت وهو بعض أسماء الشيوخ أو الأولياء أو الأضرحة اللي موجودة على الخريطة. وهنلاقي منهم سيدي جد الله وسيدي حسن وسيدي مسعود وسيدي عبد الله، وفي الغالب بعض الأضرحة دي في منها اللي اندثر وفي اللي موجود لحد النهاردة. الشيء التاني الملفت هي أبار المية الكتيرة اللي كانت موجودة في صفت اللبن. خليني أقرب لكم الصورة شوية هنا على الحرفين دول، يا ترى معناهم إيه؟ دول اختصار لكلمة وبور الطحين. فاكرين الصورة بتاعة المدخنة اللي قلنا شبه مدخنة المصنع؟ أيوة هي دي. في الحقيقة دي مش مدخنة مصنع لأن صفت ما كانش فيها مصانع، لكن دي مدخنة وبور الطحين. واللي ما يعرفش يعني إيه وبور الطحين من الأجيال الجديدة، فده المكان اللي كان بيطحنوا فيه الغلة والقمح. ووجود المدخنة دي هنا لأن وقتها كان الموتور بتاع الطحين كان بيشتغل بقوة البخار، حاجة كده أشبه باللي موجودة في الصورة قدامنا دي.
وهنلاقي واحد كمان موجود عند ترعة عبد العالي القبلية، وده سبب وجود المدخنة في صفت اللبن. والشيء المميز جدا في الخريطة دي هو لما سألنا أكتر من حد من أهلنا كبار السن كنت في مدرسة إيه؟ قالوا لنا كنت في مدرسة صفت اللبن أو مدرسة أحمد شوقي الابتدائية. الخريطة دي اترسمت سنة 1927. لو قربنا من الخريطة شوية هنلاقي إن قرية صفت اللبن كان فيها مدرسة ابتدائي من 98 سنة، بس مكان المدرسة على الخريطة موجود بالقرب من مسجد سيدي عيسى، مش في المكان اللي موجودة فيه المدرسة حاليا في شارع التحرير، لأنه على الخريطة وقتها كان لسه زراعة مفيهوش أي مباني. فاكر من شوية لما وريتك صور برك المية وقلت لك خليك فاكرها علشان هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية؟ الخريطة مبينة إن في 4 برك مية في صفت، وده مكان ال4 برك اللي شفناهم في الصور الجوية. طيب إيه حكاية البرك دي؟ المعروف تاريخيا ان قبل بناء خزان اسوان سنة 1902 وقبل بناء السد العالي في الستينات كان فيضان النيل ميته بتغطي معظم الاراضي الزراعية، وكان في الفترة دي بيبقى في اماكن منخفضة كان بيتكون فيها برك مية، واماكن تانية انخفاضها اقل شوية كانت بتبقى مستنقعات. ولكن لما اتبنى خزان اسوان والسد العالي الفيضان ما بقاش يوصل للاماكن دي واندثرت مع الزمن وتم استغلال مساحتها في الزراعة والمباني. ودي خريطة تانية برضو لمنطقة صفت اللبن ومحافظة الجيزة سنة 1945، وكانت هنا وقتها برك المية بدأت تجف وتندثر مع مرور الزمن. تعالوا بينا نعرف إجابة سؤالنا اللي كان محير حسن، هم ليه سموها صفت اللبن؟ وعلشان نعرف الإجابة دي لازم نعرف يعني إيه أصلا كلمة صفت. لما دورنا في معاجم اللغة العربية لقينا إن كلمة صفت أصلا كانت بتتكتب بحرف السين، ومفيش في المعاجم كلمة صفت بحرف الصاد، وده مثبوت في مصادر تاريخية كتيرة هنتكلم عنها بعد شوية. طيب برضو يعني إيه كلمة صفت؟ كلمة صفت في معجم لسان العرب والمعجم الوسيط معناها قفة، وعاء مصنوع من أغصان الشجر أو القصب توضع فيه الفاكهة ونحوها، صفت لنقل الفواكه. وجد بمعنى تاني في نفس المعاجم صفت هو ما يعبأ فيه الطيب وما أشبه من أدوات النساء. المعنى الأولاني إن هو زي صندوق أو مشنة زي ما بنقول عليها بلهجتنا العامية المصرية، ومصنوعة من أغصان الشجر أو القصب كان بيتحط فيها الفاكهة. والمعنى التاني هو زي صندوق النساء كانت بتشيل فيه العطر وأدوات التجميل بتاعتها. لما دورنا في المصادر التاريخية على استخدام لكلمة صفت بالمعنى اللي موجود في المعاجم لقينا أمثلة كتير، منهم على سبيل المثال في كتاب مآثر الإناثة في معالم الخلافة للقلقشندي. الكتاب ده صدر سنة 821 هجري 1418 ميلادي، بيحكي عن إن كان في امرأة في بغداد ابنها مقبوض عليه وهي كانت مستخبية، ولما فتشوا في بيتها لقوا عندها مطمورة تحت الأرض فيها 1000 دينار، ولقوا كمان صفت قدر مكوك زمرد، وصفت آخر قدر مكوك لؤلؤ. وصفت هنا جاية بمعنى صندوق لحفظ المجوهرات. وفي موضع تاني لاستخدام كلمة صفت بمعنى صندوق وجت في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، وكان بيتكلم في الكتاب عن رأس سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وقال: فلما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى خازن بيت السلاح وجه إلي رأس الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه، فكتب إليه أن سليمان أخذه وجعله في صفت وصلى عليه ودفنه. وهنا برضو جاية بمعنى صندوق شايل فيه رأس سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. طيب كده قلنا معنى كلمة صفت. هي القرية دي موجودة من إمتى؟ وبقالها كام سنة يعني؟ في الحقيقة صفت اللبن هي قرية عريقة ممتدة لمئات السنين، وأول ذكر ليها في المصادر التاريخية كان من أكتر من 1100 سنة، وبالتحديد في عهد خمراوية ابن أحمد ابن طولون، وهو الحاكم الطولوني لمصر في الفترة ما بين 884 ل 896 ميلادي. لما تولى حكم مصر وقتها كان عمره 20 سنة، وكان شاب طموح وبيحب الطرف والبذخ جدا، لدرجة إن اسطبلات الخيول بتاعته ما كانتش مكفية من كتر عدد الخيول الكبير. ومش بس خيول، ده كان عامل اسطبلات كمان للحيوانات النادرة اللي ما كانتش مألوفة في زمنه. وده هياخدنا للمؤرخ الشهير في عهد المماليك ابن تغري بردي في كتابه المشهور النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وكان بيتكلم عن فترة ولاية خمراوية وبيوصفها وصف دقيق، وقال بالنص: ثم أوسع خمراوية اسطبلاته لكثرة دوابه، فعمل لكل صنف من الدواب اسطبلا حتى للجمال، ثم جعل للفهود دارا مفردة،
ثم للنمور دارا مفردة، وللفيل كذلك، وللزرافات كذلك، وهذا كان سوى الإسطبلات التي كانت في الجيزة ومثلها في نهية وأوسيم وصفت وتهرمس، وكانت هذه الضياع لا تزرع إلا القرن برسيم الدواب. وهنا هنلاقي ابن تغري بردي ذكر صفت وقال إن صفت ونهية وأوسيم وتهرمس كانت ضياع من ضمن أملاك خمروية ابن أحمد بن طولون، وكان عامل فيها اسطبلات للخيول، وكانت مخصصة لزراعة القرد أو البرسيم، والكلام ده من أكتر من 1100 سنة. خلصت مرحلة حكم الدولة الطولونية ونيجي لفترة حكم الدولة الفاطمية، وبالتحديد في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، وكان عنده وزير مشهور تاريخيا طبعا وهو أمير الجيوش بدر الدين الجمالي، والكلام ده كان في سنة 1044 إلى 1094 ميلادي، يعني تقريبا من 950 سنة. وهنا نيجي للمؤرخ الكبير تقي الدين المقريزي في كتابه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، وكان بيتكلم عن الحبس الجيوشي، والحبس هنا أشبه بنظام الوقف، ولكن الفرق إن هو كان موصي إن الحبس ده يتورث لأولاده وأحفاده من بعد. المقريزي بيقول إن أمير الجيوش بدر الدين الجمالي كان عنده أراضي حبس بتاعته في البر الشرقي والغربي للقاهرة. الأراضي اللي في البر الشرقي كانت بهتيم والأميرية، وفي البر الغربي كانت صفت ونهية وأوسيم، والأراضي دي فضلت فترة كبيرة تتورث لأولاده وأحفاده، وأوقات كان الوزراء بياخدوها منهم ويستردوها تاني لغاية ما نسله انتهى، وبقت الأراضي في منها اللي بقى وقف وحبس لناس تانية، ومنها اللي بقى ملك الديوان السلطاني. ننتقل لمرحلة زمنية تانية، وتحديدا في مرحلة حكم أسرة محمد علي، وهنتكلم عن شخصية مهمة جدا وهو علي باشا مبارك، وزير المعارف المصرية وصاحب الخطط التوفيقية. ذكر علي باشا مبارك صفت اللبن في الخطط التوفيقية، وقال عنها: صفت اللبن قرية من مديرية الجيزة بقسم أول، واقعة في الجنوب الغربي لناحية المعتمدية بنحو 2000 متر، وفي الشمال الغربي لكفر تهرمس بنحو 650 متر، وتكسب أهلها من الزراعة. علي باشا مبارك اتكلم عن موقع صفت اللبن الجغرافي، وقال إن فيها مباني بالطوب الآجر والطوب اللبن، وفيها مساجد عامرة، وبيقول إن منها أحمد أفندي بكباشي، وهو الآن بديوان الحقانية اللي هي زي وزارة العدل دلوقتي. وهتلاحظ برضو إن كاتب صفت بحرف السين مش بحرف الصاد. نيجي بقى للموضوع الرئيسي للفيديو بتاعنا، ليه سموها صفت اللبن؟ في الحقيقة الروايات عن أصل تسمية صفت اللبن كتيرة جدا، وكلها تعتبر روايات شعبية، مفيش رواية علمية مثبتة، هتظل كلها روايات شعبية متداولة. أشهر رواية شعبية متداولة هي اللي حكاها أحد الأشخاص في الفيديو، واللي بتقول إن كان في خناقة كبيرة بين عيلتين، ولما اصطلحوا قالوا صافي يا لبن، ومن هنا جت كلمة صفت اللبن. الرواية دي أشهر رواية ولكن غير مؤكدة وغير مثبتة. وروايات تانية بتقول إن علشان كان فيها مزارع ومنتجات ألبان كتيرة. وفي رواية تانية بتقول إن الكلمة أصلها قبطي أو فرعوني، وتم تحريفها وتعريبها ونطقها بالطريقة بتاعت دلوقتي. لكن الباحثين في علم اشتقاق الكلمات مش لاقيين دليل قاطع على انها مشتقة من كلمة قبطية او فرعونية قديمة. لكن نتيجة بحثنا المتعمق في اصل صفت اللبن وسبب تسميتها، استنتجنا رأي شخصي وغير ملزم وغير مؤكد، هو مجرد رأي نتيجة البحث العميق. اول توثيق لاسامي قرى بتبدأ بكلمة صفت لقيناه في كتب التاريخ الاسلامي والعربي، ومفيش في المصادر القبطية أو الفرعونية مصدر يؤكد وجود قرى باسم صفت. ولو ربطنا معنى كلمة صفت واستخدامها في الجزيرة العربية وعند القبائل العربية واللي بتعني صندوق أو وعاء، ولو ربطنا معنى الكلمة بالاسم اللي بيجي بعد كلمة صفت، واللي بالمناسبة المصادر التاريخية القديمة ذكرت إن في 17 قرية في مصر بيبدأ اسمها بكلمة صفت موجودين لحد وقتنا الحالي، ويمكن زادوا قريتين أو 3 بنفس الاسم. استنتجنا لوجود الاسم ده إن مع قدوم الفتح الإسلامي والعربي لمصر وانتشار القبائل العربية في كل محافظات مصر، خلت بعض القرى اللي بيسكنوها تاخد اسم ناتج عن ثقافتهم ولغتهم العربية. وفي كتاب التكملة لوفيات النقلة للمؤلف عبد العظيم المنذري قال إن في سنة 634 هجريا اتوفى شيخ مشهور جدا في مصر وقتها اسمه أبو المهند مرهف ابن صارم الجزامي المنصوري النصري الصفت الشافعي، وكان من المعروفين بالتواضع والصلاح والخير. وهو
بينتسب لقبائل عربية كبيرة ومشهورة جدا، ولما سئل عن مولده قال إن هو بينتسب لقرية صفت اللبن بجيزة الفسطاط. خلينا نذكر أسامي بعض القرى اللي بتبدأ بكلمة صفت، وركز في إن معناها صندوق أو وعاء، ونشوف إيه الاسم اللي بيجي بعدها. وأشهرهم هو طبعا الاسم المقرر لنفس القرية بتاعتنا هو صفت اللبن، ولكن في محافظة المنيا. وفي كمان صفت العنب، وصفت تراب، وصفت جدام، وصفت الحنة، وصفت الخمار الأصلية، وصفت الخمار الشرقية، وصفت الخمار الغربية، وصفت زريق، وصفت النور. فلو مثلا بدلنا كلمة صفت اللبن وقلنا صندوق اللبن، صندوق العنب، صندوق الحنة، صندوق النور، هنلاقي منطقية أكتر للاسم على بعضه. ولكن يظل سبب اختيار كل قرية من ال17 قرية اللي في مصر اللي بيبدأوا باسم صفت لاسم معين متميزة بيه بعد كلمة صفت غير معروف السبب الحقيقي لحد الآن. ودي أقرب نتيجة توصلنا ليها بعد البحث العميق لسبب تسمية صفت اللبن بالاسم ده. وفي نهاية حلقتنا نحب نشكر كل أهل صفت اللبن الطيبين الجدعان على حسن استقبالهم لينا، ونشوفكم في حلقات جاية إن شاء الله من أماكن تانية في مصر. وإنت منين؟